أنا أعتبر أن السيد عبد الملك انتصر للمرأة بشكل عام، يعني منذ أمنا حواء إلى هذا الوقت الحاضر انتصر للمرأة التي ظلمت عبر التاريخ. أخيرا جاء الفرج وجاء المنتصر اللي انتصر للمرأة أخيرا، ومش فقط انتصر للمرأة اليمنية، انتصر للمرأة على مر التاريخ حتى لأمنا حواء. انتصر لمن هو؟ السيد عبد الملك. جاء المنتصر للمرأة، زعيم أنصار المرأة. أخيرا هكذا هذا المبشرات. طيب فرحناها كيف انتصر للمرأة؟ لأنه المرأة إيش كان احتياجاتها؟ شرحناها، كان تحتاج شوية كهرباء، وتحتاج غاز، وتحتاج يعني راتب، وتحتاج قطمة سكر يعني ورز، وتحتاج بطانية تدفئ، يعني أكيد وفر لها هذه الحاجات وانتصر لها. كيف أصبح حالها الآن؟ ضمنا كيف ارتقت المرأة فتضحي بزوجها، تضحي بأولادها، تضحي بأغلى ما لديها. المرأة اليمنية ضحت بكل شيء، حتى بالذهب، حتى بالمال، حتى بالأولاد، حتى بالأزواج. أيوة هو هذا الانتصار عندكم؟ صفوا لها كل حاجة، عيالها وزوجها وأخوتها وذهبها وهذا الانتصار يا عبد انتصار. أيوة، يعني هم افتكروا أن المرأة إيش بينغصها في الحياة؟ هو عيالها وزوجها وأخوتها وأبوها وذهبها ولا معها قرشين، هذا اللي بينغص حياتها ولا هي مرتاحة؟ فقاموا خلصوها من هؤلاء كلها، خلوها وحدها ولا عد، ما فيش أي شوائب في حياتها. أيوة، حتى ذهبها قال صفة. أيوة يا عبد انتصار، والله طلعت انتصار عيار 21 ما شاء الله عليك. المرأة اليمنية تخلت عن زوجها وعن ابنها وعن شقيقها وأرسلتهم إلى الجبهات. هذه هي المرأة اليمنية. أمانة، هذا المرأة اليمنية بنظركم اللي تتخلص من أبنائها وعيالها وأخوها وزوجها؟ والله هذا هي المرأة اليمنية. هذا أنتم ما فيش أم في الدنيا تتمنى تتخلص من عيالها ولا من زوجها ولا من أخوها، مستحيل. وتبقى وحيدة يعني تتحمل مشقة الحياة لوحدها، مستحيل. هذا أم يمنية ولا غير يمنية، يعني اللي ترسل عيالها الجبهات، هذا هي الأم الحقيقية اليمنية. بس أنتم مكر رسالتك لبنى. تشاهد مجموعة من النساء أصبحت صلبة في مواقفها، يعني لاحظوا الأم اللي دفعت بأبنائها الأربعة كان يسكت شهيد وتدي الثاني والثالث والرابع والخامس، هذا أحلى أم. هذا الأم المثالية اللي تحمل عيالها فوق الطقم زي ما تحمل الكباش، يلا الأول والثاني والثالث يلا تحملهم من النت. هذا هي المرأة العظيمة بنظرهم. تبوا تفتكرون أن المرأة العظيمة هي الطبيبة والمهندسة والمحامية والمتعلمة والمربية؟ لا، المرأة العظيمة يقول لك خذوا العيال يلا صفيتوا البيت، هذا مرأة عظيمة يعني. وكما قلت صفى البيت فاضي، لا عاد عيال ولا زوج ولا أخ ولا أب ولا خلاص، ما يقولوا لا احمدي الله بعدنا لك كل المعوقات واللي بيزعجوك في البيت. الآن وفرنا لك عمل، ما تجلسي فاضية، لا معانا لك عمل ما بادوك فيش. الآن المرأة اليمنية بتطبخ للمجاهدين، بتعمل الكعك، بتمد بالقوافل الغذاء. الآن جاء وقت الفرن، قلبوها فرن، ما عاد فيش الآن وقت الخبز والكعك، يعني ما فيش الأم مدرسة، الأم مخبزة. جاء وقت الكعك، يعني خلاص أصلا كل المبررات الآن قد اعفاك منها عبد انتصار اللي انتصر للمرأة، اللي كنت تقولي والله أنا منهتم بعيالي وأخبز لعيالي ولزوجي وكذا، الآن خلاص قد خلص البيت، ما عاد فيش لا عيال ولا زوج، خلاص ارجعي اخبزي لهم وكعكي. ما يرجع أمين عاطف أحسن منك؟ لا، لازم تكعكي وتخبزي وكذا. الأشياء الأخرى هذا هي الأم المثالية، الأشياء الأخرى عمل، دراسة، وظيفة، انتبه، هذا أشياء عيب. بامتهان المرأة عن طريق الإعلان عن وظيفة شاغرة وأمور تراد من المرأة أن تكون فيها موظفة وأن تشارك في الأعمال، ومن هذه الأشياء التي نسمع عنها حتى في بلدنا اليمني. بلدنا اليمني أشياء مخيفة، موظفة، سمعتوا؟ يعني هذا امتهان، هذا عيب. شو تقع موظفة؟ انتبه خلك مكعكة، بس مكعكة واصرفي عيالك لهم وخلاص. يعني
لا يشتوها موظفة ولا يشتوا عيالها معها ولا زوجها ولا يخلوا لها ذهبها. ما عملت بكم المرأة هذا حانبة في حلقكم؟ يعني ادفنوها خلاص يا أخي، شغلتكم لهذا، ادفنوها ورجعونا لعصر الجاهلية.